هاي زينب واجتمع بها القدر، هاي زينب واجتمع بها القدر. نيل يسر رجعت يا مقطوع النحر، نيل يسر رجعت يا مقطوع النحر. بالقبر انت وخوك على النهر، بالقبر انت وخوك على النهر. بقى من عنا نور الله. يعتبر الرادود هادي مريطي واحد من أهم الأصوات اللي انطبعت بذاكرة التراث الحسيني بالنجف. هذا الرجل قضى عمره كله بخدمة المجالس ونقل التراث بطريقة أصلية وطاهرة ما بها أي رياء. بدت مسيرة أبو جاسم من منتصف الستينات تقريبا. كان صوته يحمل حزن النجف الحقيقي ومعاناة الناس، ولهذا السبب صار قريب من القلوب والناس تتأثرت به وبصدقه. طول هاي السنين ارتبط اسم هادي مريطي بمجلس الحاج فاضل أبو الشيش بحي الجزيرة بالنجف الأشرف. هذا المجلس هو اللي خلاه يطور طوره الخاص ويخلي لصوته بصمة وتأثير جبير على الحضور. صوته صار هوية للتراث النجفي، والناس تعرفه برصانته والتزامه بأصول القراءة النجفية القديمة سواء بالموشحات أو بالمراثي. مدرسته وطريقة قراءته، طريقته بالقراءة بها ثقل وصدق، ما يحب المبالغة المسرحية، صوته يشبه واقعنا اليومي، يخليك تعيش الكلمة وتتحسس الحزن والألم بوسط روحك. قراءة هادي مريطي مو مجرد صوت حلو، لا، هي رسالة أمانة تربط جيلنا بالأجيال اللي قبلنا وتحافظ على نكهة النجف وتراثها. وعلى كثر الظروف الصعبة اللي مرت بالعراق بقى ثابت وما عاف رسالته وظل يخدم بكل إخلاص، وجانب صوته يعلمنا معنى الصبر والثبات كدام الشدائد. من قصائده اللي ما تنصلح الخالدات: الله يا صبرها، اللي الكل يسمعها بيوتيوب وبمجالس الأربعين وتهز الوجدان. شوف أجروحي وأحزاني، هاي القصيدة اللي تميز بيها بمواكب النجف وصور بيها الحزن بكل صدق. أخت الصبر قصيدة معروفة بكل المجالس وبين كل المتابعين، لعلي ولا فاطمة إلا قراها بصحن الإمام الحسين، وتعتبر من أهم تسجيلاته. الكاظم الأقدار اللي شارك بيها ويا رادود ثاني، وطلعت بصورة تليق بمشاركته. أنا باللي عاشت سنين الأحزان، زينب اللي عاشت سنين الأحزان، من يوم أخوها ذبح بالطاف عطشان، تتمنى يمه بكربلاء حاصل مكان، تتوارى بيم اخوته والشبان، أرادت من جاء الموت أبارض الطاف قبرها، أرادت من جاء الموت بارض الطاف قبرها، تواجه مذبح حسين صبرت 4 سنين. هاي القراءات هي اللي وضحت أسلوبه النجفي الحقيقي، وبيّنت إن الرادودية عندها هي رسالة وتعليم وإحساس، مو مجرد ركض ورا الشهرة. اليوم الحاج هادي هو الجسر اللي يربطنا بماضينا، وصوته يظل حاضر بكل أربعينية وبكل موكب نجفي يزرع الرحمة والارتباط بهذا الموروث العظيم. وصية لكل شاب دخل عالم الرادودية: خادم لخادم. إلى كل شاب تو بدأ الطريق الرادودية،
أو يريد يشارك بالمجالس ويقرأ لطميات ومراثي. اتذكروا زين، الهدف الأول والأخير هو خدمة الحسين، عدمة صدق وأمانة. لا تخلي صعودك للمنبر ينسيك فضل اللي كتب الكلمات، أو تعب الرواديد والقدماء والشعراء اللي بنوا هذا التراث بدموعهم وسهرهم. أي رادود ياخذ قصيدة يريد يقراها لازم يحترم اسم الشاعر، لأن هذا الشاعر سهر وتعب وعصر كلبة حتى يطلع هاي الكلمات الصادقة. إنك تاخذ القصيدة وتقص اسم الشاعر أو تغيره فهذا حرام وما يجوز شرعا ولا أخلاقا يسويها الرادود. الرادودية مو بس صوت وعياط، هي أمانة بنقل رسالة الحسين وحفظ حقوق الناس المبدعة. اتعلموا الصبر واشتغلوا على صوتكم وتدربوا يوميا، واحرصوا تتعلمون الأطوار الأصلية وتفهمون معنى الكلمة قبل لا تلفظوها. لا تركضون وراء المجالس الكبيرة من البداية، احترموا اللي سبقوكم بهذا الدرب وكونوا صادقين بنقل المشاعر مثل ما هي مكتوبة. تذكروا دوما الشاعر ذبلت عيونه حتى تبقى الكلمات عايشة، والرادود الحقيقي هو اللي يصون هذا التعب ويقرأ بوفاء بدون تحريف. بهيج طريقة صوتكم راح يوصل للقلوب ويظل تراثنا الحسيني محفوظ وقوي للأجيال الجاية.